يا هلا والله بشباب، وحياكم الله. شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير، ورجعنا لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد. حلقتنا هذا اليوم راح تحكي عن تطبيق جدا خرافي ومميز. من خلال هذا التطبيق راح تشوف مميزات ما راح شايفها ولا راح تشوفها بأي تطبيق من التطبيقات. هذا التطبيق تقريبا نزلته شركة مايكروسوفت، كان متوفر بس على المايكروسوفت، هسه حاليا توفر على الاندرويد والايفون بصورة عامة، وتطبيق جدا خرافي ومحترم. هذا التطبيق يدعم الذكاء الاصطناعي ومجاني بحت، يعني لا اعلانات ولا اي شيء بيه، كله مجاني ويدعم الشات جي تي بي. هذا التطبيق بعدة مميزات وراح يتفوق على كل التطبيقات وعلى كل الذكاء الاصطناعي الموجودة على المايكروسوفت وعلى الاندرويد وعلى الايفون. هذه النسخة نزلت تقريبا قبل فترة وخذت صدى اعلامي واسع. النسخة جدا احترافية ومميزة. من خلال هذه النسخة اليوم راح نحكي عنها، راح تدعم الصوت وتدعم الصورة وتدعم الكلام. هسه راح نعرف شنو جاي احكي انا وروح شلون نشوف هاي المميزات. فخلونا نروح ونشوف التطبيق. بس قبل كل شيء يا شباب، اللي اريد منك تخلي لايك للفيديو وتشترك بالقناة اذا كنت ما مشترك. يلا خلونا نروح ونشوف التطبيق. هذه هي واجهة التطبيق يا شباب، راح تلقى الرابط مالته بالوصف، واذا ما لقيتها مجرد ما تكتب الاسم وراح يطلع لك على سوق بلاي او على الابل ستور. كذلك مثل ما قلت لك، شركة مايكروسوفت طلقت هذا التطبيق لان تطبيق جدا خرافي ومميز. مثل ما تشاهدون يا شباب، واجهته جدا حلوة وبسيطة. جاء البحث على اتصال، هذه ما له شغل بيها، تعطي السماحات. بداية ما يطلب منك تسجيل دخول ولا يطلب منك اي شيء، فقط ما عليك تكتب الشيء اللي تريده او تطلب بصمة او تدز صورة. تسجيل الدخول مالته يا شباب راح يكون عن حساب مايكروسوفت. جدا بسيط الانشاء حساب مالته، او اذا كنت عندك حساب تقدر تسجل به. اذا تلاحظون استخدام الشات جي تي بي هذه، بس تفعلها راح تفعل يمك ومجانية وبدون اعلان وبدون اي شيء. انت ما تعرف تكتب، تجي على هالخاصية تنقر وراح تحكي وتدز البصمة اللي تريدها انت، هو راح يتعرف عليها. انا حاليا ما معربة، وكذلك راح يدي لك اياها بالعربي. هذه خطوة. الخطوة الثانية من خلال الكاميرا الخاصة بالتليفون. مجرد ما تنقر على كاميرا التليفون وعندك اي شيء ما تعرف استخدامه، اي شيء قدامك مثلا انت ما تعرف استخدامه شنو، ولا تعرف هذا شنو، ولا تعرف الشركة المصنعة مالته، مباشرة تفتح الكاميرا مثل ما تشوفون، تنطي سماحات، وبعدها راح توجه على اي شيء اللي تريده، على اي شيء اللي انت يمك. اطلب مني شيء، هسه مثل ما تشوفون ما هذا الشيء. هسه هيك شيء عليه، يعني شيء لا على التعيين. وقت الاستجابة مالته جدا قصيرة وقصيرة جدا مثل ما راح تشوفون هسه. وكذلك يعتمد على النت اللي يمك. شوف يقول لك توقف عن الاستجابة، هذا لا تعطيه توقف. شوف يقول لك تحميل صورتهم الخصوصية، يعني اذا كنت دا صورة شخص معين يقول لك يابا انا راح اغوشها الاحتمال للخصوصية ومن هذه السوالف. وراح تشوفون يشرح لك عن الشيء اللي انت طالبه، ويشرح لك عن اشياء جدا حذافيره. كذلك تقدر تكون صور من خلاله، تطلب منه اي شيء، تقول له مثلا صور لي جريت. مرحبا، هذا هو بينج. شوف تلاحظون جاي مطقلك. هذا هو عدسة الكاميرا. شوف هذا هو عدسة كاميرا، يسمح لك بالتقاط صورة بجودة هي مختلفة، جزء زوايا من مختلفة. الكاميرا يسمح بالتقاط الصور بجودة مختلفة وزوايا مختلفة. وكذلك انا هسه لا صورت على عدسة التعيين، الكاميرا تحتوي على أرقام ورموز تشير إلى إعدادات البؤرة والتكبير. هل تحب؟ حاليا هسه انا صورت لك اياها لا على التعيين، يعني ما التقط لك بالصورة، انطاك قال لك يابا هذه عدسة وكذا. كذلك انه تطلب من عنده اكتب لي سيرة ذاتية احترافية. كذلك راح ينطيك اياها بوقت جدا قصير، وكذلك بها عدة مميزات، ومن خلالها راح ينطيك مواقع وينطيك اشياء تساعدك على كتابة السيرة الذاتية. ومثل ما تشاهدون، اهلا بك، انا سعيد ان تطلب مني مساعدتك في كتابة السيرة الذاتية ومن هذه السوالف. وراح تشوفون يكتب لك السيرة الذاتية، وراح ينطيك كل الخطوات، الخطوة الأولى الثانية الثالثة، اختبار تنشيف ذلك، يعطيك مواقع يقول لك تساعد عليه، تساعدها تقدر تنشف هذه كل المواقع ينطيك إياها. وكذلك يقدر ينشأ لك صور، وكذلك يقدر يسوي لك أي شيء اللي تريده أنت، ما عليك فقط تكتب الشيء اللي تريده. تقريبا هذا التطبيق انه اذا احكي لك عنه ب5 دقائق او 10، ممكن اظلم هذا التطبيق صراحة. يعني لو احكي لك عنه فد ساعة معينة، ساعة من الزمن، ما ياخذ استحقاق الكافي من هذا الوقت.
مثل ما تشاهدون هسه حاليا انا كتبت لي سيرة ذاتية، جاي ينطيك سيرة ذاتية تتبع بعض الخطوات. الخطوة الأولى هذا يعطاك إياها خطوة بخطوة، وكذلك بالأخير راح ينطيك مواقع إذا تلاحظونها الكانفا غيرها. كل هذه التطبيقات أو كل هذه المواقع راح تساعدك بإنشاء سيرة ذاتية احترافية، إدراج إشارة وتخصص. وبعدها أنت تقدر تستخدم أي موقع أو أي شيء اللي تريده ما تعرفه، فقط تكتب اسم الموقع وكذلك راح يحكي لك بخصوصية تامة. تقريبا هذا كل ما يخص فيديونا اليوم انتهى. ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا عجبتكم الحلقه خلي لايك للفيديو واشترك بالقناه اذا كنت ما مشترك. مع السلامه واحبكم واي.